مرحبا بكم في هذا التقرير العاجل الذي نعرض فيه آخر المستجدات والتفاصيل حول الحرب المتصاعدة بين إيران وإسرائيل. حرب تهدد بإشعال المنطقة بأكملها وتعيد تشكيل التوازنات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. في الأيام الأخيرة تصاعدت وتيرة المواجهات إلى مستويات غير مسبوقة، حيث شنت إسرائيل سلسلة من الضربات الجوية المباشرة على مواقع استراتيجية داخل الأراضي الإيرانية. هذه الضربات استهدفت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت نووية وقواعد تابعة للحرس الثوري الإيراني. بحسب مصادر إعلامية مطلعة، قتل خلال هذه الهجمات عدد من كبار الضباط في الحرس الثوري، ومن بينهم الجنرال سعيد إيدادي والعقيد بهنام شهرياري، بالإضافة إلى مسؤولين في وحدة القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني. رد إيران لم يتأخر، فقد أعلنت القيادة العليا للجيش الإيراني عن إطلاق العشرات من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وكانت المدن المستهدفة هي تل أبيب، حيفا، وبئر السبع، مع محاولة لاختراق منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية المعروفة باسم القبة الحديدية. ورغم أن معظم الهجمات تم اعتراضها، إلا أن بعض الصواريخ أصابت أهدافا مدنية، مما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار في البنية التحتية. تم إعلان حالة الطوارئ في مناطق واسعة، وتم إخلاء عدد من المستشفيات والمباني الحساسة. التصعيد العسكري لم يبقى محصورا بين الطرفين فقط، فقد دخلت الولايات المتحدة على خط المواجهة، حيث تم نقل قاذفات B-2 وطائرات مقاتلة إلى قواعد متقدمة في جزيرة غوام. وأشار محللون عسكريون إلى أن واشنطن قد تكون بصدد التحضير لتدخل مباشر في حال تجاوزت المواجهة الحدود المقبولة استراتيجياً. في الداخل الإيراني تعم البلاد حالة من الحزن والغضب الشعبي، حيث خرج الآلاف في جنازات حاشدة لقادة الحرس الثوري الذين قتلوا. وقد وعد مسؤولون إيرانيون من بينهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي بأن الرد القادم سيكون غير مسبوق وسيغير قواعد اللعبة. وفي إسرائيل دعا رئيس الوزراء إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي، وحذر من أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي تهديد مباشر لأمن مواطنيها، مشيرا إلى أن هناك خططا جاهزة لضرب أهداف حساسة داخل العمق الإيراني. الأسواق العالمية تأثرت بدورها، حيث ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير، وتراجعت مؤشرات البورصات في أوروبا وآسيا، كما تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية في مطارات الشرق الأوسط وسط مخاوف من توسع دائرة الحرب. المراقبون يخشون الآن من اندلاع حرب إقليمية شاملة، خاصة مع وجود أطراف غير مباشرة قد تتدخل في النزاع، مثل حزب الله في لبنان وميليشيا الحشد الشعبي في العراق، التي أعلنت استعدادها للتحرك في حال تطلب الأمر. وفي ظل هذه التطورات يبقى السؤال مفتوحا: هل نحن على أبواب مواجهة كبرى قد تغير شكل المنطقة لعقود قادمة؟ أم أن هناك فرصة حقيقية لاحتواء التصعيد قبل أن يتحول إلى حريق شامل؟